عارفين ليه اغلب الناس ما بتشجعش الشاطر غير لما ينجح قوي؟ وعلى فكره، مش دايما السبب حقد او غيره وخلاص. لا، الموضوع اعمق من كده بكتير، وليه ابعاد نفسيه واجتماعيه. اغلب الناس لما حد حواليهم بيبدا يلمع، بيحصل جواهم حاجه اسمها سوشيال كومباريزن، المقارنه الاجتماعيه. عقلهم على طول بيقارن، هو ليه نجح وانا لا؟ وساعات المقارنه دي بتوجع اكتر من الفشل نفسه. فتلاقي الناس بدل ما تشجعك تكمل حياتها كانك مش موجود، كأن نجاحك مرايه مش عايزين يبصوا فيها. وفي كمان حاجة اسمها tall poppy syndrome، اللي معناها ببساطة لما وردة تعلى عن باقي الورد، الناس بتميل إنها تقصها، إن المجتمع بيحب إن الكل يكون في نفس المستوى. لما واحد يسبق بيحس إنه كسر النظام، وده بيخلي البعض يقلل منه أو يتجاهله لحد ما يثبت نفسه فعلا. أما الأخطر بقى فهي حاجة تانية اسمها black sheep effect، يعني لما واحد من وسط مجموعة، عيلة، صحاب أو حتى جيران، يبدأ يتميز بزيادة، الناس ممكن تحس إنه بقى مش مننا، كأنه خرج عن القاعدة أو متعارف عليه. بدل ما يحتضنوه يبعدوه، مش لأنهم مش عايزينه ينجح أو بيكرهوه، بس الفاروق ده بيهدد صورة المجموعة عن نفسها. رغم كل ده، أول ما بتنجح قوي كل ده بيتبدل. ليه؟ إن النجاح الكبير بيعمل حاجة اسمها بروف افكت. الناس بتحب تشوف الدليل مش الوعد. فأول ما يشوفوك نجحت بجد، بتحول الخوف لإعجاب، والصمت للتصفيق، والتجاهل لاهتمام. وفجأة تلاقي الكل فخور بيك. فخد بالك، لو استنيت الناس تصدقك أو تشجعك من الأول عشان تكمل، هتفضل واقف في أول الطريق ومش هتحقق أي حاجة. لأن اللي بينجح بجد هو اللي شجع نفسه ومهموش تشجيع الناس، واللي قرر يكمل حتى لما الكل شك فيه. وأول ما تنجح إن شاء الله هتلاقي التشجيع جاي لك بأثر رجعي. ما تقلقش، كمل، اوعى تبطل عشان محدش سقف.